تبدأ قصة الفيلم في مدرسة أطفال وبنشوف مجموعة منهم كانوا بيفطروا مع بعض وكان باين عليهم إنهم مبسوطين، لكن فجأة بنت من المجموعة دي بدأ يظهر عليها حاجات غريبة وبدأ لون عينيها يتغير للون الأزرق، وكمان كان جسمها بيترعش جامد ووقتها بان عليها التوتر. وفجأة الأطفال خافوا وبدأوا يندهوا على مدرسين، وأول لما المدرسين وصلوا عشان يلحقوها اتصدموا كلهم لما لقوها فقدت حياتها وما كانش في حد فاهم إيه اللي بيحصل. بعد كده بنشوف وسائل الإعلام والنشرات الإخبارية بيتكلموا عن الحادثة الغريبة دي، وكانت كل القنوات بتغطي الحدث ده والناس كانت وقتها مستغربة من اللي حصل. وبعد فترة بيظهر مجموعة علماء وبيشرحوا للناس النتائج اللي وصلوا ليها، وقالوا ان اللي حصل للبنت كان مرض فيروسي غامض وكان الفيروس ده بيستهدف الاطفال. وساعتها الدكاترة في كل العالم كانوا بيحاولوا انهم يلاقوا علاج للفيروس ده باقصى سرعة، بس للاسف ما كانش لسه في اي مضادات حيوية نفعت معاه. وكانت الصدمة الحقيقية لما الفيروس ده اتمكن من نسبة كبيرة من الاطفال اللي في العالم وخسروا حياتهم بسببه. بعد كده بنشوف الرئيس الامريكي كان طالع بيقول تصريحات للشعب وقال لهم ان الوضع صعب جدا وان تقريبا مش هيقدروا ان هم يسيطروا على الفيروس ده، وقال لهم كمان ان ابنه اتصاب بنفس الفيروس. بس هنا الرئيس كان باين عليه التوتر والتعب وهو بيتكلم، وفي الاخر وعد الناس انهم اكيد هيلاقوا حلول للمشكله دي، وفهمهم ان مجموعه العلماء شغالين طول الوقت عشان يوصلوا في الاخر ان هم يحلوا اللغز ده، لدرجه انهم عملوا كمان منظمه خصوصيه عشان يدرسوا كويس المرض ده واسباب انتشاره بالسرعه الرهيبه دي، وسموا المنظمه باسم CDC. وهنا بنشوف بنت صغيره وبنعرف ان اسمها روبي، وكان عيد ميلادها في اليوم ده، وكان باباها ومامتها بيحتفلوا معاها وكانوا كلهم مبسوطين بيها وبيحاولوا ان هم يفرحوها ويخلوا الاجواء جميله عشان هي ما تخافش. بس هم في الحقيقه كانوا مرعوبين لان للاسف الطفله كانت مصابه هي كمان بالفيروس. وفي اليوم ده روبي ما كانش جاي ليها نوم خالص وكانت خايفه ومرعوبه من اللي ممكن يحصل ليها، فراحت بسرعه لاوضه مامتها ومسكت ايديها عشان تطمن اكتر. وفجاه عيون روبي بدات تتغير للون البرتقاني، والبنت خافت جدا لما شافت التغير الكبير ده، وبسرعه بتخرج من اوضه امها ورجعت لاوضتها وهي خايفه ومرعوبه. وفي اليوم التاني بتصحى روبي وكانت حاسه ان ما فيهاش حاجه ومودها كويس، وكمان افتكرت ان اللي حصل ليها امبارح كان مجرد حلم. واول لما امها شافتها اتسمرت في مكانها وكانت مصدومه منها وقالت لي وهي خايفه هي مين اللي قصادها دلوقتي. فردت عليها روبي انها بنتها، وطلعت كمان لامها الهديه اللي خدتها امبارح منها في عيد ميلادها عشان تثبت ليها انها بنتها. بس امها كانت مصدومه وقالت ليها انها اصلا ما عندهاش اولاد، والام افتكرت ان روبي بنت كان عندها المرض ودخلت عندها البيت بالغلط عشان تستخبى. وهنا الام من خوفها حبست بنتها في البدروم بتاع البيت، وقررت في اللحظه دي انها تكلم منظمه CDC على طول. وكانت روبي وقتها بتعيط وبتصرخ وما كانتش مصدقه اللي عملته فيها امها. ووصل وقتها شخصين من اللي شغالين في مؤسسه CDC وخدوها معاهم وركبوها اتوبيس، وكان وقتها موجود حارس جوه الاتوبيس وماسك سلاح في ايده، وكأن الموجودين جوه الاتوبيس مجرمين وبيترحلوا. وفي اللحظه دي وصل الاتوبيس لمكان كان فيه حراسه شديده، وكان شكل المكان شبه قاعده عسكريه. واول لما الاطفال نزلوا طلبوا منهم يقفوا في طابور منظم، وكان الحراس وقتها بيتعاملوا معاهم بقوه وعنف. وفي اللحظه دي كان موجود مع الاطفال ولد كبير، بس هنا الشاب ما كانش مستريح للمكان اللي هو فيه فحاول ان هو يهرب، لكن هنا الحراس بيمسكوه واستخدموا معاه القوه والعنف. بعد كده خدوا الاطفال لاوض مخصصه وبداوا يعملوا عليهم فحوصات طبيه، وبنعرف ان مجموعه الاطفال اللي موجوده في المكان ده هم اللي قدروا يعيشوا من الفيروس. وبسبب موضوع الفيروس اتضح ان الاطفال بقى عندها قدرات قويه وخارقه للطبيعه. وهنا قرر العلماء انهم يقسموا الاطفال لقسمين مختلفين على حسب لون عيونهم، ووصلوا لنتيجه ان لون العين بيحدد نوع القوه عند كل طفل منهم، وان الاطفال اللي عيونها خضراء بيكونوا اذكياء جدا وكانوا هم دول الاطفال اللي ذكائهم بقى خارق. اما الاطفال اللي عيونهم زرقاء فدول كانوا بيحركوا اي حاجه بدون ما يجوا جنبها. اما بقى اللي عيونهم ذهبي فدول كان عندهم القدره انهم يتحكموا في الكهرباء. وكانت المجموعات الثلاثه دول مصنفينهم انهم مسالمين وطيبين ومش خطر على اي حد. بس كان في نفس الوقت في مجموعتين تانيين وكانوا مرعبين، ودول بقى اللي كان لون عيونهم الاحمر والبرتقاني. وساعتها كان العلماء مش عارفين يحددوا ايه هي قدراتهم بالظبط، وكانوا برضو قلقانين منهم جدا. وساعتها جات لهم اوامر انهم يتخلصوا منهم بمجرد ما يكتشفوا قدراتهم. بعد كده بنشوف الدكتور وكان بيفحص روبي، وكان وقتها بيقيس مستويات الطاقه اللي عندها. وفجاه الدكتور اكتشف ان روبي تبع مجموعه العيون البرتقانيه الخطيره. وهنا الدكتور جهز حقنه فيها ماده غريبه وكانت مخصصه انها تنهي حياتها على طول. بس روبي هنا حست ان في خطر على حياتها وحاولت ان هي تهرب منه، لكن الدكتور مسك دراعها بقوه. وفي الاخر اتمكنت روبي انها تمسك ايد الدكتور بايديها الاثنين، وقالت ليه بصوت مرعب انها بتنتمي للمجموعه الخضراء مش البرتقاني. وكان الدكتور ساعتها بان عليه الخوف والتوتر وما كانش عارف يعمل ايه بالظبط. وهنا بيتحرك الدكتور وكانه متخدر ناحيه الكمبيوتر وغير ملف روبي وخلاها تبع المجموعه الخضراء مش البرتقاني، وكانه في الوقت ده كان ريبوت وبينفذ المطلوب منه. وده باين قوه روبي الحقيقيه انها تقدر تتحكم في عقول البشر وتخليهم كمان ينفذوا اي حاجه تطلبها منهم. واول لما خلصوا جميع الفحوصات بنشوف الاطفال وهم كلهم لابسين اليونيفورم بتاعهم على حسب كل مجموعه والفئه بتاعتها. وكانت روبي لابسه اللون الاخضر وكانت دايما بتبص حواليها ولاحظت ان مفيش يونيفورم احمر او برتقاني في اي مجموعه من اللي معاها. وفي اللحظه دي فهمت روبي ان الاطفال اللي زيها اختفوا نهائيا من المكان ده. وبعد فتره من الزمن بتكبر روبي بعد ما قضت كام سنه من عمرها في
المنظمة دي، وبيجي يوم من الأيام وكان الكابتن بتاعهم وبنعرف إن اسمه ماكمانوس، وكان ساعتها بيمر على المكان ووقف وقتها عندها وسألها سؤال، وأول لما ردت عليه قال لها إن معدل الذكاء بتاعها ضعيف وإنها ما تستحقش تبقى من المجموعة الخضراء. وهنا خافت روبي واتصدمت، بس في الآخر الموضوع عدى والكابتن ما اهتمش بالأمر. وهنا بتروح روبي لأوضتها وفجأة بتسمع صوت عالي جدا كان جاي من السماعات وكان واضح جدا في كل مكان، وكان الشيء اللي مش مفهوم إن اللي عندهم بس قدرات هم اللي بيسمعوا الصوت ده. وفجأة روبي حست بدوخة شديدة ووقعت على طول وفقدت وعيها، وأول لما صحيت لقيت نفسها في أوضة طبية وكان في قدامها دكتورة وبتراقبها. وبعد وقت بسيط بيدخل حارس أمن وبيقول لها إن وقتها خلص، وبسرعة الدكتورة كتبت حاجة على ورقة صغيرة وخلتها في إيد روبي بدون ما يشوفها الحارس، وكان مكتوب في الورقة إن روبي اتكشفت وإنها لازم تقابلها في الليل لو هي عايزة تنقذ حياتها. وهنا روبي خبت الورقة واستنت لغاية لما الدنيا ليلت وكان وقتها كل اللي في المعسكر نام، وهنا اتحركت بهدوء للمكان المكتوب على الورقة. وأول لما راحت لقت الدكتورة مستنياها، وبكل هدوء بدأوا يخرجوا من أماكن سرية لغاية لما وصلوا للعربية بتاعتها. وأول لما اتحركوا وخلاص هيعدوا البوابة ظهر ليهم واحد من أفراد الأمن كان مسلح، وقفهم وبدأ يزعق فيهم وقال لهم إنه مش هينفع حد يخرج منهم دلوقتي. وفي اللحظة دي حست روبي إنها فرصتها الوحيدة عشان تخرج، وهنا استخدمت قوتها وسيطرت على عقل الحارس وخلته يفتح البوابة وهو ما كانش دريان باللي بيعمله. وأخيرا وبعد سنين خرجت روبي من المكان، وأول لما شافت الطبيعة بره حست بالحرية لأول مرة في حياتها. وكانت الدكتورة بتشرح ليها الوضع بره المعسكر وقالت ليها إن معظم الناس الكبيرة اختفوا وكمان مدن كتيرة اتدمرت وبقت مهجورة. وهنا بتقول ليها روبي إنها عايزة تقابل أهلها وإن هي عندها أمل إن هم ممكن يفتكروها، بس الدكتورة حذرتها إن ممكن الرجوع لبيتها في التوقيت ده يبقى خطر على حياتها لأن أهلها ساعتها مش هيفتكروها. وقبل ما يسيبوا بعض بتدي الدكتورة روبي سلسلة فيها جهاز تحديد الأماكن، وقالت ليها إن لو حصل ليها أي حاجة هتعرف مكانها وتيجي ليها على طول. وبعد فترة من السواقة وقفت الدكتورة عربيتها وقابلت واحد من أصحابها، وأول لما روبي نزلت وسلمت عليه بإيديها بتحصل ليها حاجة غريبة، وفجأة شافت في اللحظة دي حاجة أزعجتها زي فيلم وأحداثه جوه مخها، وشافت أطفال كتير بيجروا في كل مكان وكانوا بيحاولوا يهربوا منه. وفي اللحظة دي روبي فهمت إن في حاجة خطيرة هتحصل قريب. وأول لما روبي دخلت مكان قديم عشان تغير هدومها شافت بنت صغيرة واقفة في مكان فيه ظل وخايفة، والبنت ساعتها خافت وصرخت وفجأة طلعت من إيديها شحنة كهربية قوية في اتجاه روبي وجريت بسرعة واستخبت جوه عربية قديمة. بس روبي طلعت وراها ووقفت قصاد باب العربية وقالت لها إنها مش هتعمل ليها أي حاجة وإنها محتاجة بس مساعدتها. وأول لما البنت سمعت كلام روبي حست بالأمان ناحيتها ودخلت روبي على طول العربية. وهنا اتفاجئت بشابين، واحد اسمه ليام وده كان من المجموعة الزرقاء وكان معاه صاحبه القريب منه، وروبي وقتها ضحكت عليهم عشان تحمي نفسها من أي خطر وقالت لهم إنها من المجموعة الخضراء، وشرحت لهم على طول إن في ناس خطيرة بيطاردوها وإنها محتاجة مساعدتهم. وأول لما الشابين سمعوها قرروا إن هم يساعدوها على طول، وكان في الوقت ده في فريق من الحكومة كانوا بيطاردوهم. وأول لما قربوا منهم بنشوف ليام بيركز بكل قوة واستخدم قوته الزرقاء ورفع العربيات وخلاهم يغيروا اتجاههم ويقعوا في المية، وبكده نجحوا إن هم يهربوا منهم. وبعد ما مشيوا لفترة كبيرة وقفت المجموعة عشان يستريحوا شوية، وهنا صاحب ليام كان مركز مع روبي وسألها عن سبب إنها بتجري وخايفة منهم مع إن المجموعة الخضراء مش خطر وإن المفروض محدش يطاردهم. وطبعا كانت روبي عارفة الحقيقة لأنها في الأساس مش من المجموعة الخضراء، بس هي ما كانتش عايزة تقول ليهم وتعترف على نفسها إنها من المجموعة البرتقانية لأنها كانت خايفة إن هم يسيبوها لوحدها ويتخلوا عنها، وزعلت وقالت ليهم إنهم لو مش عايزين يساعدوها هتمشي. وبسرعة ليام بيوقفها وهداها وقال ليها إنهم هيروحوا مكان أمان بعيد عن عيون الحكومة اللي بتطاردهم، وإن المكان ده فيه شخص شجاع من المجموعة البرتقانية وعنده قدرة إنه يحافظ على الأولاد اللي زيهم. وأول لما روبي سمعت كلامهم وافقت على طول إنها تروح معاهم. وأثناء وهم في الطريق روبي سألت ليام وقالت ليه هم ليه أصلا هربوا من المكان، وحكى ليها ليام إن المكان كان عبارة عن منطقة عسكرية تابعة للحكومة، وقال لها إن هدف المعسكر ده إنهم يحولوا الأطفال لجيش من المرتزقة، وعشان كده هو وباقي المجموعة قرروا إن هم يهربوا قبل ما يتحولوا لسلاح في إيد الحكومة. وفي نفس الوقت بنشوف الدكتور اللي صنف روبي إنها من المجموعة الخضراء اتقبض عليه على طول. وأول لما الدنيا ليلت كانت روبي نايمة جنب البنت اللي ساعدتها وبالغلط لمست إيديها وهم نايمين، وفجأة قدرة روبي اتطورت ودخلت جوه ذكرياتها بدون قصد. وشافت ليام وقتها وهو بيكسر بوابة كبيرة عشان ينقذ مجموعة الأطفال، وكانت الأطفال وقتها بتحاول تهرب لكن كان في مجموعة حراس موجودين وبيمنعوهم من الهروب. وبتشوف ساعتها البنت صديقتها وهي واقعة في الأرض وكانت خلاص هتتمسك، لكن في اللحظة الأخيرة ليام رجع وقدر إن هو ينقذها ويهرب بيها. وهنا فهمت روبي ليه البنت دي متعلقة بليام بالشكل ده. وبعد شوية وهم في الطريق وقفوا كلهم عند مكان مهجور عشان يدوروا على أي حاجة ياكلوها، وفجأة ظهرت مجموعة تانية وهجمتهم لأنهم كانوا حاسين ناحيتهم بالخطر. وبسرعة البنت اللي من المجموعة الذهبية طلعت شحنة كهرباء قوية من جسمها، وقتها الكهرباء انتشرت في المكان والكل كان واقف في مكانه. وبعد ما الأمور هديت اكتشفوا إن هم في الأساس مش أعداء وإنهم هم كمان مجموعة عندها قدرات خارقة وكانوا هربانين زيهم. بعد كده بيتجمعوا حوالين شعلة نار واتكلموا عن كل اللي حصل ليهم واكتشفوا إن هم عندهم تقريبا نفس القدرات. وهنا ليام سأل المجموعة عن المكان الأمان
الامان بتاع الولد البرتقالي، بس المجموعه وضحت ليه ان المكان سري ومحدش يعرف مكانه غير اشخاص قليلين. وهنا روبي استخدمت قوتها على واحد من المجموعه دي ولمست ايده ودخلت جوه عقله من غير ما هو يحس، وبدات تدور في ذاكرته لغايه لما وصلت للمكان السري، بس كان موقعه مختفي جوه رساله مشفره. بعد كده روبي وصاحب ليام فضلوا وقت كبير عقبال ما يفكوا الشفره وقدروا في الاخر انهم يعرفوا فين المكان. بعد كده بنشوف المجموعه التانيه اللي بتكتشف حقيقه روبي وقالوا انها من المجموعه البرتقاليه مش الخضراء. وروبي ساعتها كانت خايفه جدا بعد ما اكتشفوا حقيقتها، وكانت فاكره ان ليام وصاحبه هيتخلوا عنها، لكن ليام وقف جنبها وطمنها وقال ليها كمان انها مش لوحدها وان هم هيقفوا جنبها ومش هيتخلوا عنها. وهنا كشفت ليهم روبي انها في الاساس مش متحكمه في قوتها، وقالت ليهم انها لو غلطت غلطه واحده بس ممكن تمسح ذاكره اي واحد فيهم للابد. واثناء وهم مكملين في طريقهم اتفاجئوا بمجموعه لابسين زي عسكري بيهاجموهم، وهنا ليام رفع ايده وطمنهم انهم بس بيدوروا على مكان امان يروحوا ليه. وبتقتنع المجموعه دي بكلام ليام وقرروا ان هم ياخدوهم معاهم، واتفاجئوا ان هم راحوا للمكان اللي فيه الولد البرتقالي اللي كانوا هم اصلا عايزين يروحوا ليه. واول لما وصلوا للمكان كانت المفاجاه ان الولد البرتقالي طلع ابن الرئيس ورحب بيهم وحكى ليهم كمان عن قصته، وقال لهم ان ابوه كذب على العالم وان هو اتعالج من الفيروس، لكن في الحقيقه هو اصلا ما كانش لسه اتعالج، وان ابوه كان بيستخدمه في تجارب مؤلمه عشان يوصلوا في الاخر للعلاج من الفيروس. ولما ابوه فشل انه يلاقي العلاج قرر انه يعمل جيش من الاولاد اللي عندهم قدرات خاصه ويستخدمهم كسلاح. وهنا الولد وعد روبي انه هيعلمها ازاي تتحكم في قوتها كبرتقالي. وبعد مرور اسابيع بدات روبي تتعلم منه، وبيجي يوم من الايام كانت قاعده روبي لوحدها وكانت متضايقه، وجي وقتها الولد وقعد معاها ويفهمها ان عمر ما حد هيفهم برتقالي غير برتقالي زيه. وهنا مسك ايديها وشاف كل ذكرياتها وشاف الليله اللي مسحت فيها ذاكره مامتها بدون قصد، وكان وقتها اهلها صحيوا من النوم وهم مش عارفين ان عندهم بنت اصلا. وهنا الولد البرتقالي اتصدم وقال ان قوته مش في نفس مستوى قوتها. وفي الوقت ده كان الولد البرتقالي مبهور بروبي وكمان قدرتها، وبيلاحظ ليام ان روبي قاعده مع الولد البرتقالي فاتضايق شويه. واول لما روبي خرجت لقيته واقف بره واخد على خاطره وقال ليها انها مخبيه حاجه عنه، بس هي ردت عليه وقالت ليه انها بتقرب من البرتقالي عشان تعرف ازاي تقدر تتحكم في قوتها مش اكتر، وده لانها خايفه ان بالغلط ممكن تمسح ذكرياته وما يبقاش عارفها تاني. فعيطت روبي ومشيت بسرعه وراحت ناحيه البحيره ولقت تشارلز صديق ليام قاعد هناك، وقال ليها انه حاسس ان المكان ده مش امان وان في حاجه خطيره هتحصل قريب. وفي اللحظه دي بنشوف ابن الرئيس وكان قاعد على اللابتوب وبيتكلم مع شخصيه مهمه وبيكشف عن عدد الاشخاص اللي في المجموعه اللي عنده. وفجاه بتفتح روبي عليه الباب فاتخض الولد البرتقالي وقفل بسرعه اللابتوب، وكانت هي جايه تستلف اللابتوب بتاعه عشان تشارلز يطمن على عيلته. فرد عليها وقال لها انه هيسلمها اللابتوب بس بشرط انها تعلمه ازاي يقدر يمسح الذكريات زيها. وروبي ساعتها وافقت وقعدت قصاده وغمضت عينيها وكان باين عليها التركيز، لكن فجاه بتحس ان في حاجه مش طبيعيه. وهنا فتحت عينيها بسرعه واتفاجئت انه بيحاول يدخل جوه عقلها بالقوه، وكان بيحاول ياخد قوتها لنفسه وكمان انه يستغلها ويسيطر عليها. وهنا زقته وجريت منه بسرعه وراحت عند ليام وحكت ليه على كل اللي حصل، بس هو اتعصب جدا وقرر انه يروح ويضربه. لكن روبي هدته وقالت ليه انهم لازم يمشوا من المكان ده بسرعه لان المكان بقى خطر جدا عليهم. واول لما الدنيا ليلت سمعوا صوت عربيات جايه ناحيتهم واتفاجئوا ان قائد المعسكر وصل وكان معاه جيش كبير. وبعد كده جه ابن الرئيس ووقف جنبه، وقتها كان كل حاجه بانت على حقيقتها، وكان في الاساس ابن الرئيس كذب عليهم والقصه اللي قالها ليهم كانت مجرد اكاذيب منه، وان في الحقيقه مهمته انه يجمع المجموعه اللي هربت ويسلمها تاني للمسؤولين عشان يحولوهم لجيش خارق للطبيعه ويبقى تحت تصرف ابوه الرئيس. بعد كده استخدم قدرته وسيطر على عقل ليام وضربه كمان قدام روبي، لكن بسرعه روبي استخدمت قوتها وسيطرت فورا على عقل الجنرال وقتلته على طول. وفي لحظتها البنت الذهبيه استخدمت كل قوتها وطلعت كل الشحنه الكهربيه اللي عندها، وبقى المكان كله عباره عن موجات كهربيه كبيره ضربت فيها كل الجنود اللي في المكان. وهنا روبي بتقول لكل مجموعتها انهم يهربوا بسرعه، وفضلت هي لوحدها بتواجه الخطر ونجحت في الاخر انها تسيطر على عقول الجيش كله وخلت الجنود بنفسهم يحموهم. لكن فجاه ظهر تاني ابن الرئيس وقدر انه يتغلب عليها ويسيطر مره تاني على الجنود، وكان عنده قوه كبيره لدرجه انه قدر يسيطر على عقل روبي، وقال كمان انه يمسح كل الذاكره بتاعتها عشان ترجع وتبقى في صفه مره تاني، ولما يكونوا الاثنين مع بعض هيقدروا يتحكموا في العالم بقوتهم الخارقه. لكن روبي رفضت انها تستسلم وفضلت تقاومه، واول لما اتمكنت من كل قوتها نجحت انها تكسر سيطرته عليها. وفي اللحظه دي روبي سيطرت على طيار راكب طياره هليكوبتر كان طاير فوقيهم وخلته ينزل ويخبط في ابن الرئيس، وحصل ساعتها انفجار ضخم ومات فيه الولد البرتقالي. وكانت روبي خلاص افتكرت ان الموضوع خلص على كده، لكن فجاه بتظهر طياره هليكوبتر تاني وفضلت تضرب النار على روبي والمجموعه اللي معاها. وساعتها تشارلز كان موجود وانقذ روبي في اللحظه الاخيره، بس للاسف تشارلز بيتصاب وهو بينقذها، وكانت وقتها روبي حست ان مفيش امل وان هي مساله وقت وهيقضوا عليهم كلهم. لكن بسرعه روبي افتكرت السلسله اللي الدكتوره اديتها لها وداست على الزرار اللي فيها، وفي ثواني الدكتوره وصلت مع الفريق بتاعها وانقذتهم كلهم. وبعد شويه وقت بتصحى روبي وبتفوق من كل اللي حصل لها، ولقيت الدكتوره قاعده جنبها وطمنتها انهم انقذوا تشارلز وان هو دلوقتي في المستشفى وصحته بتتحسن. وكشفت ليها الدكتوره ان الهدف بتاعهم انهم يفضلوا
يفضحوا الرئيس الامريكي قدام العالم كله وان الدنيا كلها لازم تعرف اللي الحكومه عملته، وعشان ينفذوا كل ده محتاجين قوه روبي معاهم عشان يقدروا يثبتوا الكلام ده للعالم. وكانت روبي متردده في الاول، لكن بعد كده وافقت وقررت انها تخش الحرب دي لوحدها من غير ما يكون معاها تشارلز وليام، خصوصا بعد اللي حصل ليهم وانهم كانوا قريبين من الموت. ودخلت ساعتها روبي على ليام ولقيته كويس واطمن كمان عليها، وبدات روبي تتكلم معاه شويه، وفجاه قربت منه واستخدمت قوتها عليه ومسحت الذكريات الخاصه بيهم مع بعض. وليام بعديها ما بقاش عارف عنها اي حاجه. بعدها سلمته الشنطه بتاعته وطلبت منه انه يروح لبيته عشان اسرته مستنياه. وفعلا ليام مشي وهو مش عارف مين دي اصلا، لكن هو كان حاسس بمشاعر اتجاهها، وفي الاخر قرر ان هو يمشي. وروبي وقتها كانت منهاره وبتعيط وهي بتودع الشخص اللي حبته من كل قلبها. بس كانت المفاجاه والصدمه الكبيره ان ابن الرئيس الامريكي كان لسه عايش وكان معاه جيش كبير، وكان هدفه انه يتحدى بيه ويسيطر على العالم. ومن ناحيه تانية بنشوف روبي وهي بتتحالف مع الدكتوره، وبنكتشف ان هم كمان قدروا يجمعوا جيش كبير من القدرات الخاصه عشان ينقذوا العالم من سيطره الحكومه والرئيس وابنه. وبكده يخلص الفيلم. ولو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يا اجمل اخ واخت، واشوفكم على خير في ملخص جديد.